السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة فراخ مشوية حلوة قوي. مش هنشوي بقى في الشواية ولا هنعمل دخان ولا اي حاجة، هنشوي بطريقة سهلة قوي ان شاء الله. بإذن الله الوصفة تعجبكم وانا متأكدة من كده. بجد الوصفة اللي مش هيجربها هيفوتوا كتير جدا. بتاخدش وقت على فكرة، يعني احنا هنعملها في الفرن. ما بتاخدش وقت، يعني بتهيالي نص ساعة بالكتير او بتكون خلصانة. يمكن احلى وجبة فراخ هتاكليها. تحسيها كده ان هي خفيفة على المعدة وطعمها حلو كمان. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ بالمقادير بتاعتنا. معايا صدرين فراخ انا مقطعاهم مربعات زي ما انتوا شايفين. دي حرية شخصية ليكي، عايزاها وراك براحتك، عايزاها صدور براحتك، عايزة الاتنين براحتك. الاتنين ينفعوا، بس انا يعني ما كانش عندي ساعتها الا الصدور فعملتها بالصدور. انما هي بالوراك برضو بتبقى جميلة جدا. هنقول معانا بصلتين كبار، معايا طماطمتين كبار، معايا دبس رمان، معايا معلقتين كبار او 3 صويا صوص. التوابل بتاعتي بقى: فلفل اسمر، كزبرة ناشفة، بابريكا، توم وبصل بودر، ملح، 7 بهارات. وبتحطي التوابل اللي انت عايزاه. انا ما حطيتش الا التوابل دي، ما زودتش اكتر من كده. وكل نوع توابل اللي انا قلت لكم عليها ربع معلقه صغيره، عشان التوابل ما تغطيش على طعم الفراخ بتاعتي. هي دي الوصفة بتاعتنا، ما فيهاش اي عقد ولا فيها اي حاجة صعبة، سهلة جدا بجد، ما فيهاش اي حاجة صعبة. في الكبة بتاعتي هجيبها، هي شغل النهاردة على الكبة بتاعتي. وممكن تضربي الحاجات دي في الخلاط عادي يعني. هحط البصل والطماطم بتاعتي هضربها في الكبة. هضربها كويس جدا لان انا مش هحتاج الا المية بس. لكن البصل والطماطم لا، انا مش هحتاجهم في الوصفة دي، بس طبيعي مش هرميهم يعني، هنستعملهم في حاجة تانية. هنا بص ضربتهم كويس، هنزل بقى بالتوابل بتاعتي. انا هنا نزلت الاول بملح عشان خاطر تنزل ميتها اكتر. انتوا عارفين المية، الملح ما بنحطه على البصل او على اي حاجة بتنزل المية بتاعته. انا حطيت شوية ملح وضربته تاني عشان تنزل المية اكتر، لان انا زي ما قلت لكم مش هحتاج الا المية بس. هنا بقى خلاص بعد ما ضربتها هجيب الطبق بتاعه وابتدي اصفي في الحاجة بتاعتي اللي انا ضربتها في الكبة. زي ما انتوا شايفين كده ابتديت ان انا اصفي الحاجة بتاعتي في الطبق بتاعي اللي انا هحط فيه اللحمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا بعد ما صفيت الطماطم بتاعتي والبصل، طبعا الحاجات اللي طلعت منه انا مش هرميها. انا كنت عامله صينيه بطاطس وحطيته معاها، ادى طعم حلو قوي لصينيه البطاطس، يعني انا ما رميتهمش. نزلت بالتوابل بتاعتي وهنزل بالصويا صوص ومعلقه دبس رمان صغيره. على فكره انا يعني هو المفروض تحطي معلقه دبس رمان كبيره، بس انا ما بحبش طعمه قوي في الاكل، ما بحبش طعمه يظهر، فحطيت معلقه صغيره. هقلب بقى الخليط بتاعي كويس قوي. والتكاية بقى اللي بتغير طعم الفراخ بتاعتي في حتة تانية، بحط معلقة طحينة كبيرة. انا عشان مسرعة الفيديو فبيظهر لكم ان انا حط يعني بسرعة معلقة صغيرة، لا هي معلقة طحينة كبيرة. وهقلب وهنزل بالفراخ بتاعتي. هسيبها مش اقل من 4 ساعات في التلاجة. انا تقريبا سبتها يوم كامل، يعني من 6 الصبح تقريبا لحد الساعة 4 العصر او حاجات زي كده يعني. حسيت ان هي محتاجة شوية ملح، رشيت لها شوية ملح على الوش وخلاص كده. هسيبها تتبل براحتها وتاخد وتدي مع بعضها في التتبيلة. بصوا انا مش هتكلم عن شكلها بصراحة، هي شكلها يعني تحسي كده ان هي وهي نية شكلها حلو يعني. سبتها شوية طبعا في التلاجة زي ما قلت لكم تاخد في التتبيلة بتاعتي. وبعد كده رجعتها هنا بعد ما سبتها حوالي يعني من 6 الصبح زي ما قلت لكم لحد 4 ولا 3 العصر. هبتدي بقى اجيب عيدان الشيش طاووق بتاعتي. انا الاول ببلها مية عشان لما اجي اطلعها ما تبقاش لازقة. ببل العيدان مية في اي حاجة، بعمل كفتة، بعمل اي حاجة لازم ابل العيدان بتاعتي مية، عشان لما اجي اطلع بعد كده الفراخ او اللحمه او اي حاجه ما تلزقش في العيدان بتاعتي. اعذروني على الصوت اللي عمال يظهر ده، صوت العصافير فصوته عالي يعني.
هبتدي زي ما انتوا شايفين كده ادخل قطعة الفراخ بتاعتي في عصيان الشيش طاووق. مفيش اسهل من كده. انا بس حبيت اعمل لكم اول واحدة اعرفكم بتتعمل ازاي، وبعد كده ابتدي اسرع الفيديو بتاعي. تنسوش بقى الاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. اتمنى ان الفيديوهات بتاعتي تعجبكم. هنا زي ما انتوا شايفين بحطها في العصيان الشيش طاووق بتاعتي. احط بقى الفراخ بتاعتي كلها في الصينيه، وهنزل احطها في البوتاجاز بتاعي في الفرن. الفرن درجة الحرارة بتاعته عالية، والشواية هفتحها برضو بس درجة الحرارة بتاعتها منخفضة جدا عشان ما تحرقليش الفراخ قوي. لا انا عايزاها تديها بس لون وفي نفس الوقت تستوي من الفرن. كل شوية بقى بفتح الفرن والفها يعني لحد ما اتأكدت ان هي استوت، ابتدي بقى اطلعها. وزي ما انتوا شايفين كده والله بجد طعمها حلو جدا، احسن من الفراخ اللي بنجيبها من بره. طعمها مختلف قوي، والتتبيله موديه الفراخ في حته تانية خالص. بجد طعمها حلو، جربوها. انا متاكده وواثقه ان هي تعجبكم، وسهله وبسيطه وبجد ما بتاخدش وقت. على شرط هي اخف من الفراخ المشويه، هي اخف من الفراخ المشويه اللي احنا بنعملها. انا حاسه ان دي خفيفه، والاولاد بيبقوا واكلينها كده مش يعني ما بيطلعوش بقى منها العظم ويتضايقوا كده. لما بياخدوا القطعه ياكلوها على طول. بصوا زي ما انتم شايفين مستويه وبيضه قشطه من جوه، وبجد مستويه كلها اولها زي اخرها. انا هنا ما عملتش ولا سلطه ولا طحينه، لان زي ما قلت لكم انا عملت صينيه بطاطس وعملت رز بالشعريه. فيعني كنت مستكفيه بدي بس كده، فراخ وبطاطس ورز. وزي ما قلت لكم البطاطس اللي طلع من التتبيله حطيتها على البطاطس، فرقت جدا في طعم البطاطس وعجبتهم قوي. يعني ودت البطاطس برضو في حته تانية. انا هنا كنت عايزه اوريكم بصوا شكل الفراخ كانت عامله ازاي، بجد مستويه جدا وطعمها مختلف قوي، والتتبيله طعمها حلو قوي. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واسيبكم بقى تتفرجوا على الفيديو واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.